سواق الروابع اتحرك يا اخي عم على نفسك يا اخي الاشاره حمراء. راهو الاشاره حمراء الاشاره حمراء يا اخي اخطا ما مش مرور اخطا يعني ما توقف هالجوله لا يضل مر الموجود. لا حول ولا قوه الا بالله. لا انا عاد اخطا ولا انزل لك. هذا سير يا جماعه بتحرق. عاد ايش اللي تعدي كرت. لا حول ولا قوه. هذا الحسد الحسد. لا قوه الا بالله. بالله من الشيطان الرجيم هذا ما ها او كم يا سيدة. هذا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. يا اخي حرام عليك، ارحم نفسك وارحمنا شويه، وسختنا ولوثت البيئه. سهل سهل يا اخي او غثيتك. ماشي انت غثيني حاشا لله، اصلا الدخان حقك هذا بخور. بخور صلي على رسول الله. الصلاة على رسول الله. هيا اقلع. والله لا وفقك. عم انت امي تدعي علي. بعجة باقي سمنت مصطلح خلطه. يا سلام خلاص يلا يلا العفو ما اسف العفو لا والله لا وفقك. لو سمحت يا محترم يا محترم. ايوه مهري قاطرة يا اخي انا مدور انا لي ساعة. اهلا وسهلا صاحب السيارة الفخمة. اهلا وسهلا بصاحب السيارة المدخنة. جي دور انا. لما تدور؟ ارجع دور. يا رجال يا اخي انا مستعجل الله يرحمه ويذكره. الله يحفظك الله يبارك فيك انا مستعجل. حول ولا قوة الا بالله. وين الزلمه؟ مرحبا يا اخي الله يرحمك. وزدتي لك سلطة. الله يحفظك. ها شرطتك عاد توفي. والله ما بسم الله. الله يحفظك. الله معك. اي خدمات. حول ولا قوة. تفضل علي. انتهى خلاص. ها؟ انتهى. انتهى الدواء. ما عباك الا انا يا اخي لو سمحت. ايه وضوء ما عباك الا انا والله ما عباك الا ان شاء الله. لو سمحت لو سمحت. نسيت غطيت السيارة وقلت لابد ان نرجع اشكرك. لا والله انك ذواق. الله ايش اقول لك؟ شكرا. عفوا لا شكر على واجب. لا شكرا على واجب. مالك او غثيتك؟ انت حاشا لله انك تغثيني. انت انا غثيت نفسي. الله يحفظك. انا غثيت نفسي انا. الله لا وفقك. سماح سماح سماح. ايوه يا صالح. مالك يا صبوري؟ من غثك هكذا؟ خليها على الله خليها على الله والواحد الآدمي يدرأ لي ما أنا داري من الجرح. خليها على الله جرح قلبي أمانة. وفوق ثقال الدم خليها على الله. فضل قلبي غثاك؟ لا تغثاني غثاني يعني. فين غثاك؟ في الجولة وفي مكتب التحصيل ما ادري الا افهم يطلع لي في كل بقعه. خذني على جيرانه. الله يعين جيرانه علي. يوه اوه لا لا.
بارك الله فيكم. ايوه تمام. مبروك مبروك حياك الله مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك. هذا بيتك؟ ايوه هذا بيتي. حتبيعه؟ حتبيعه؟ انا اشتريته علشان اسكن فيه مش ها ابيعه. حياك الله اهلا وسهلا بك فوق عيني فوق راسي حياك الله. حياك الله. وانت ما بتسويها انا؟ هذا بيتي شوفه هذا بيتي ايوه يعني انا جارك. هذا هذا بيتي ايوه. اسم الاخ؟ صابر. صابر. وانا اسمي عتيق. حياك الله اهلا وسهلا. اتشرف طبعا. الله يحفظك وانا تشرفت بك والله. حياك الله. الصراحه انا اكون معك صريح من البدايه. لازم كل واحد جار حق الثاني ما دام احنا جيران. الصراحه ما دام انت فتحت بيت جديد لازم تفعل وكيله وتعزمني انا اول واحد بصفتي ان انا جارك القريب. اقلك ثاني الله يسامحك انا قصي غير من ماذا عادي من هذا العين ما لك الا وكيله. اي حين؟ قدوة. خلاص من قدوة أنا والعيال حقي قبل الظهر ونحن عندك ولا يهمك. دوما أنا والعيال حقي. ونعم. ما ونعم أو غثيتك. لا صلي على رسول الله. حاشا لله أنه واحد يغثى منك. حاشا لله. كيف واحد يغثى منك وأنت جاء؟ أو طبعا وأنا سيرت الحارة كلهم يجوا. يا للحارة يا محمد علي يا صلاح. ياي. ايوه كده كده هنا. مساء الخير. مساء النور. اهلا يا بابا. حالك يا بابا؟ الحمد لله. كيف حالك يا حبيبي؟ الحمد لله. ساعتكم انا مختفي بالصاله والبيت. ايوه بابا. جميل جدا. الان يا حبايبي انتم عارفين ايش تعملوا؟ روحوا رتبوا غرفتكم. حاضر. تمام؟ يلا ممتاز باي. يلا ممتاز. ايش رايك يا حياتي بالبيت الجديد؟ اوه لا لا، روعة، واسع ونظيف. بصراحة يا صابر أعجبني قوي. الحمد لله. بس الظاهر ان احنا عم نبيعه. لا والله. ليش؟ بسبب جارنا هذا ثقيل الدم الذي يسمع فيك. ومن أي حين قد عرفته وغثاك هكذا؟ وعاد احنا نقلنا. غثاني من قبل ما يعرف اننا جاره، ولما عرف ان احنا جيران احرجني وطلب مني اعمل وكيلة البيت الجديد وعزمته قدوة. عادي، أهلا وسهلا. إيش المشكلة يعني؟ المشكلة انه عزم نفسه. وانت عارفة ان انا مش مستعد، وخاصة ان احنا نقلنا الافاتح حق البيت الجديد. سهل يا رجال، ولا يهمك من هذه الناحية. أنت بس بكر من الصبح واشر الطلبات الذي سأكتبهم لك. بعده اعرف وكيلة تبيض الوجه. ولد يا مرو هيا العشاء جوعتيني انا والعيال معلش. ثاني لحظة أنا جايها. صلوا على النبي كلوا جلالنا. قوموا على أيديكم اغسلوا أيديكم. سهل يا بدر تبي تغسلوا ايديهم ياكلوا بس لا بطولهم مش ولا بطنهم. طيب أنت حر، أنت الذي عاد خسرت في علاجهم لو ما يمرضوا. لكن على الأقل كلهم يتأدبوا وياكلوا ساعة الناس. صح ما هذا يا عيال شو دلع تكملوا العشاء الله يرحمه والديكم خلوني اتعشى. ما نقول دلع انتوا دارين خففوا لنا عشاء لانه بكره احنا معزومين عند جارنا صابر معه وكيلة البيت الجديد. وكيلة؟ اهلا وسهلا. حياك الله. كيف حالك يا صابر؟ الحمد لله. الله ونعم بك والله انك جيت. وفعلت وكيلة والله. وكيلة ما انا جيت وعزمت الجيران كلهم. عزمت الجيران كلهم. يا ابو الكرم والله. تفضل. اهلا وسهلا. يا عيالي انتشروا. حول ولا قوة الا بالله.
عتيق ها؟ وهذا معي انشرش. انشرت. حاضر. جنبك وتمشي. تفضل تفضل اهلا وسهلا. تفضل يا جماعه تفضل. تغدوا لي هنا. نعم. تغدوا يا جماعه. تغدوا يا جماعه. يسر الله خيرك. الحمد لله. يرحمك الله. يا عيالي ايه أين هي؟ اسبق البيت اسبق. يا رجال الغداء عيب على البيت. قولوا له ما قمت تصل على الغداء. خلينا نتغدى. يا رجال عيب استحي ما هذا غداء. عموما ما غداش. تصل الله خيرات وشكرا على الوكيل ولا إلي كلمة السفر. سهل عوضك في الثاني. تعوضني ان شاء الله في الوكيله الثانيه. ان شاء الله ان شاء الله. صراحه صبرت البيت صدق. الحمد لله. هذا بيت. هذا بيت لا انت يا اخ صابر. ما شاء الله ما شاء الله يا اخ صابر. عاد كان في نفسي سؤال بس اسالك. تفضل. ابدي على البيت. ماشي. مالك ذابح او قفيتك؟ لا 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 يمكن انك تغفيني. لا يمكن ابدا ابدا. بس على ما يبدو أيوة. ويمكن أيوة. الظاهر انك غفيت الضيوف الذين خرجوا من غير ما يتغدوا. مالك يا اخ صابر هؤلاء جيراني ويعرفوني. أيوة. ولا يمكن يزعلوا مني. واضح. من هذا يا خبره؟ من هذا يا خبره منو؟ انا امانه. انا متعود ارمي القمام دائما في الشارع. ليش؟ باب بيتي ارميها فوق الرصيف فوق الزفل. بعدين انقلب اطرح السياره قدام بيتي. السيارة ليش بنطرحها بابا؟ أصلا لأن السيارة حكت هذا الحبوبة رقيقة المشاعر طرحتها قبال بيتي، فاضطريت إن أنا أطرح السيارة هذه قبال بيتك. سال يا اخ صابر ما لك ذابحه وغثيتك. لا 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 حاشا لله، من قال إنك غفيتني؟ أنت وسختني. هذا فوق عدش. انا عسيري. مالك؟ رجعتني؟ انا عسيري. بس نسكب الغساول. ليش؟ انت قلت انكم نسكبها خارج. عصب المواصل لا يسكتنش علينا. صح ايوه. يلا قولي. ما سويت؟ مالك ما تطرق يا اخ صابر طرق. ما ضرك. وانت ليش ما تكون تشوف قبل ما تسكب الماء في الشارع؟ وليش تسكبه اصلا في الشارع؟ ليش؟ شوف لا تسيح ولا تجمع علينا الناس ولا شيء. اذا انت زعلان انا ادعي لك الجهات يغسلوا لك السرير يخلوها وكاله. ماشي اسالك بالله لا تعيد واحد، انا اشيلها المغسله ما تمشيش احد. بس عاد انا شيء اسالك سؤال يا بس محرج. لا تحرج ولا ما حد باقي بعدها. عتبيع البيت. ماشي. طيب مالك بتصيح ما هكذا بتحرق اعصابك او غثيتك.
من قال انك تغثيتني؟ انت تغثيني؟ ابدا ابدا، حاشا لله. انت ما تغثيش الطريق الذي بنمشي فيه. ما هو انا اغثي الطريق. مالك يا اخ صابر، انا لا غثي الطريق ولا الطريق تغثيني ماله ولا قد الطريق. من غثى؟ أين العيال يا سماح؟ خرجوا يلعبوا في الحوش. شوفي، انتبهي يخرجوا العيال الشارع، تمام؟ أو يختلطوا مع عيال جارنا عتيك هذا، أنا خايف إنهم يعدوهم من تصرفاتهم السيئة. لا تقلق يا صابر من هذه الناحية، عيالك متربين صح ويسمعوا الكلام، وبعد ما حذرتهم من عيال عتيق هؤلاء هم بعيدين عنهم تماما. الحمد لله، هذا اللي يشتي. يا بابا يا بابا. مالك يا ابني؟ بعدين ايش هذا الأكياس هذا اللي في ايديكم؟ يا بابا هذه كيس قمامة رجموها عيال جارنا عتيق لا داخل الحوش حقنا واحنا اخذناه وجينا نروي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هات يا ابني، هات هات قمامة. لحظة لحظة، أين أصير يا صابر؟ أنا عاد أسير أفهم جارنا عتيق إن هذا غلط. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عتيق، يا عتيق، ايوه اخرج لعندي. ايوه صابر، يا هذا الشيء ما اشتي شيء، بس اشتي ارويك الاكياس والعلاقيات والقمامه هذا الذي بيرموها عيالك لحوش بيتي. وش اقول لك حاجه واحده، انها ضرر على البيئه واني ما تتحللش في التربه. ما تحلحل. لما تحلحل تتحلحل عندي، مالك يا حالي ان ينتربوا ويا عن بيئه ادخل في الموضوع باختصار. باختصار حاضر، انه ممكن يرموا هذا القمامه في مكانها الصحيح، مش في حوش بيتي. هو هذا اللي مزعل لك. أيوة. ومغثي لك. أيوة. هات القمامه. ولا توسخ يدك ولا محزن، ليه متوسخ وانت نظيف؟ يعني تصرفك انت وعيالك سوا. صابر او غثيتك؟ لا ابدا، انت ما تغثيش احد، حاشا لله انك تغثيني. ما غثيتكش ابدا ابدا. اقلع. صلى على رسول الله. مالك يا حمودي؟ مالك يا حسن؟ امي تضربكم؟ مالك يا مالك؟ كيف مالي؟ ايوه كل يوم بيلعبوا بحاجة زفت، وأنت بتشجعهم وتساعدهم على هذا. واليوم جهالك شل القمامة ورجموها لبيت الجيرة، وجالسين يلعبوا بالتراب، وسخوا البيت وسخهم في السنبطي، وانت داري ان عايجوا عندنا ضيوف. ضيوف سهل يا عمري، سهل. وبعدها عيالي يوسخوا براحتهم، اهم حاجه انت ما تخش تضربيهم وانا موجود، مفهوم؟ بس بس بس. عجبك؟ ارتحت انت وعيالك سواء. تفضل. وين حبايبي؟ انا يا حبيبي. ها، خلصتم مذاكراتكم وكتابة واجباتكم؟ ايوه يا ماما.
بس جينا نطمن عليكم، لا تحتاجوا مننا حاجة قبل ما نرقد. مشي سلامتكم حبيبي. يلا سير ارقدوا. لحظة، لا تنسوا قبل ما تناموا ما تغسلوا أسنانكم بالفرشة والمعجون، تمام؟ حاضر يا بابا. تسلموا يا حبيبي. وعلى خير. وانتم من اهل الخير. صابر، صبوري، مالك يا صابر؟ أين صار حسك؟ والله ما بالله سرحت شوي وأنا أفكر في جارنا هذا المؤذي، الله يخرجنا منه. جنني بفعل هالغلط وشغلني يومي، كل يوم يمكنني أتبيع على البيت، أتبيع على البيت، أو غثيتك أتبيع على البيت. معلش يا صابر معلش، لا تشغل بالك فيه ولو هو مؤذي، حاول تستحمله وتصبر عليه لأنه جار. يا اماني لو سمحت. يا عم مسك. ايوه الله يرحم والدك. ايوه الله يحفظك. لا شوف الله معك، الله يفتح عليك. ما بنسوي بارك لي يا صابر. قاعد لي تايس من البلاد هديه. يا رجال خليه ياكل مسكين قبل ما قبل ما اذبحه ياكل. حرام عليك يا اخي. ومن هو الذي قال لك ان انا زرعت الشجر هنا علشان تاكلت تايس اخوك؟ ما حد قال لي، بس خليه ياكل قبل ما اذبحه. او غثيتك يا صابر. حاشا لله، حاشا لله انك غثيتني. فيما بالله انه حزك غثيتني. شخبت لخبت مسك الالوان ورسم على الحيط. شخبت لخبت مسك الالوان ورسم على الحيط. اعمل ايه وياك يا حماد اللي عملته ده اسوأ عاد. اعمل ايه وياك يا حماد اللي عملته ده اسوأ عاد. شخبت لخبت مسك الالوان ورسم على الحيط. مسك الالوان ورسم على الحيط. اعمل ايه وياك يا حماد اللي عملته ده اسوأ عاد. اعمل ايه وياك يا حماد اللي عملته ده اسوأ عاد. عايز ترسم لكن من غير ما تشخبط على الحيط. الصهم ناقص ضروري اوفي. مالك يا ما سويت؟ ها؟ ما بتفعل؟ ما بتسيح. ما بتفعل؟ ما بتسايس من اول واحد اكتب انا. ها؟ كله في حاجه عجبك. خطأ